مين المدرب اللي ما ارتحت معه وما تفهمت انت وياه؟ ما بدنا ليش نكذب على انفسنا وانت عارف الحقيقه يعني. حاليا من اقوى فريق سعودي؟ يمكن ينصدمون الاهلاوي اذا اقولهم. وطلبوا منك ان تعود للمنتخب، هل تعود؟ اي اعرف ليش استبعد عمر السام. اللي ما تحبوا بعضكم. انت ايش سمعان؟ لا نحن نسمع قصص كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، أهلا بكم مع بودكاست مع الكبار فقط. اليوم نتحدث إلى واحد من أبرز المهاجمين السوريين والعرب، لاعب تخطى حاجز 300 هدف، خطاه وربما يصل إلى حاجز 400 هدف في وقت غير بعيد، إذ سجل في مسيرته الاحترافية على مستوى الدرجة الأولى والمباريات الدولية 366 هدف في 468 مباراة. لعب لأندية الفتوة السوري، القادسية الكويتي، الأهلي السعودي والعربي القطري، بالإضافة لمنتخب سوريا. أعتقد عرفتم عمن أتحدث، عن كابتن منتخب سوريا، الهداف والنجم القدير والكبير عمر السومة. مرحبا بك كابتن عمر. شكرا لانضمامك إلينا، شكرا للوقت الذي خصصته لنا. وطبعا نتذكر أنك كنت هداف لدوري الشباب مع نادي الفتوة في دير الزور، ثم لعبت تقريبا 3 مواسم مع الفريق الأول. كيف تتذكر بداياتك مع الفتوة؟ أول شيء أنا أتشرف إني موجود معك، أنت أستاذنا وكبيرنا. فالفتوة أنا بديت تقريبا بال2006، لعبت فريق أول، كان عمري 16 سنة، طلعوني تقريبا نص الموسم. وموسم 2007 كمان كنت لاعب شباب وكنت ألعب شباب ورجال. أول سنة احترافية 2008 للأسف كانت فيها هبوط نادي الفتوة، رجعنا طلعنا 2009 ولعبت معهم 2010 وآخر موسم كان لي. نعم. كانت أيام حلوة يعني، لكن هو الموسم الأول اللي كان لي مع أنه يعني أنا أذكر بال2008 كان هداف دوري عنده 16 هدف، أنا كان عندي 14. يعني كنت منافس على لقب محمد زينو. انت شو حكايتك مع الاهداف؟ ما شاء الله، يعني يمكن لو شفنا جواز سفرك مكتوب المهني هداف. يعني انت اتولدت تقريبا انت كلاعب كره وانت تسجل الاهداف، تحب الاهداف؟ والله من زمان يعني، من أنا وصغير، حتى بالمدرسة وبالحارة يعني كنت معروف يعني مشهور بتسجيل أهداف كثير. يعني منتخب مدارس دير الزور سجلت أهداف كثير فيها، أخذنا بطولتين مدارس سوريا. ومن متى صرت تلعب القدمين؟ لأنك مسجل أهداف كثير باليمين وباليسار وبالرأس ما شاء الله. من أنا وصغير. وكرات ثابتة وكرات ملعوبة. لا، من أنا وصغير يعني كانت اليسار قريبة كثير من اليمين. حد نصحك بذلك ولا أنت لوحدك؟ دربت؟ شوف، هي ربانية ولا موهبة؟ أي لوحدة. طيب، في 2011 انتقلت لنادي القادسية الكويتي. هذه كانت بالنسبة لك بداية الاحتراف الحقيقي، لأنه هذا الاحتراف على المستوى العربي. وفي نادي القادسية الكويتي أيضا حققت نجاح كبير، الجمهور أحبك، النادي فاز معك بكل الألقاب الممكنة محليا بما فيها حتى كأس الاتحاد الآسيوي. وأيضا أنت يعني سجلت الكثير، حوالي 83 هدف في 3 مواسم مع القادسية. حكينا عن الفترة هذه مع القادسية. والله يعني نادي القادسية الله جعله سبب بوابة الاحتراف لي. دعموني كثير. الأستاذ فواز حساوي كان رئيس نادي القادسية، يعني كان جريء صراحة يعني باختياري، لأن ما كنت لا لاعب منتخب أول ولا كنت لاعب منتخب أولمبي. نادي القادسية نادي كبير يعني، دائما يبحث عن لاعب دولي. جمهور القادسية جمهور طموح يعني، دائما يبحث عن اللاعب. طبعا القادسية هو اللي خرج أساطير الكرة الكويتية، يعني من فيصل دخيل، جاسم يعقوب، الأسماء الكبيرة كلها هذه طلعت من نادي القادسية نادي كبير يعني. نعم. اللي عنده قاعدة جماهيرية، أعتقد كبيرة. أكبر نادي في الكويت يعني، مش ما يزعلون منه مع العربي. أي لكن هو يعني أنا لعبت 3 مواسم. نادي القادسية كان أقوى نادي بهذيك 3 مواسم صراحة. لكن بالفترة الأخيرة ما أعرف إيش اللي صار بنادي القادسية، يعني المستوى نزل، بطولات قلت. إحنا كنا بكل يعني 3 مواسم حققت معهم 12 بطولة، يعني تقريبا كل سنة 4 بطولات بالضبط. الكأس والسوبر والدوري أخذت 2 دوري، 2 سوبر، 2 ولي عهد، 2 كأس الأمير، كأس إيش اسمه الدوري الرديف، كأس الاتحاد الكويتي والاتحاد الآسيوي. وأنت الهداف آخر سنة. نعم. آخر سنة أخذت الهداف فيه. طيب أنت في هذه الفترة في صيف عام 2012 يعني تقريبا بعد موسمك الأول مع القادسية، على ذكر يعني السيد فواز الحساوي رجل الأعمال الكويتي والرياضي، كان وقتها يملك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي. صحيح. ذهبت لنوتنغهام فورست، دربت معه شهر ولعبت بعض المباريات، يمكن 3 مباريات ودية. إيش اللي عطل مسيرتك نحو الاحتراف الأوروبي، وكان هذا بمقدورك وكان قريب منك جدا؟ والله يعني أنا رحت تقريبا شهر وأسبوع، كنت أنا وفراس وبدر وحسين فاضل وخالد الرشيدي. آخر أسبوع أتذكر أنه اجتمعوا معي، فإنه
وافقوا علي وعلى خالد الرشيد، لان كنا احنا صغار، كان عمره 21 سنه وخالد كان تقريبا من جيلي. لكن في قوانين الموجوده بالدوري الانجليزي انه لازم يكون تصنيف منتخبك تحت ال70 عالميا، انه لازم تكون مشارك اخر سنتين 60% من مباريات المنتخب. انا كنت ماني لعبان ولا مباراه دوليه يعني مع المنتخب الاول. فكان في خيارين، اما احصل على جواز اوروبي او العب دوري اوروبي. فعلى يعني اساس دوري محطه نحو دوري انجليزي بالضبط، على اساس اروح العب بالدوري الفرنسي 6 شهور بعدين ارجع العب بالدوري الانجليزي. انا رفضت صراحه يعني، لان بهذيك السنه كان يعني بدايه الحرب واهلي كانوا محتاجين كثير بهذيك الفتره يعني. فرجعت على القادسيه كملت سنه ثانيه معهم. نعم. عقدك الاحترافي في القادسيه كان اجزاء ماديا كثير لكي تساعد اهلك لا انك تحترف في اوروبا بنوتنغهام براتب راتب قليل. اسبوعي كان. نعم. والله ما عاد اتذكر كم باوند كان، يعني شيء بسيط في نوتنغهام فورست. نعم. فانا صراحه بهذيك السنه كنت محتاج، يعني كل السوريين بهذيك السنه كانوا محتاجين الماده يعني. نعم. فانا كنت مسؤول عن كل اهلي يعني، وعداد كبيره. ف طلعتهم على مصر. نعم. جلسوا بمصر 2014 بعدين اخذتهم معي على جدة. انت ما شاء الله عليك وفقت بين هوايتك وعملك الاحترافي كلاعب وما بين مساعدتك لاهلك وواجبك. الله جعلني سبب الحمد لله. طيب في 2014 كانت النقلة النوعية في مسيرتك عندما انضممت لنادي أهلي جدة السعودي وقضيت معه 9 مواسم زاخرة بالعطاء بالإنجازات. أول لقب للدوري بعد حوالي 30 أو 32 سنة من الانتظار. في موسم واحد يمكن أول نادي سعودي يحقق ثلاثية دوري وكأس سوبر. هداف الدوري 3 سنوات معهم. حكاية أسطورية، حكاية مثل الروايات الخيالية الجميلة كانت مع الأهلي. والله أنا أعتبر نفسي محظوظ صراحة إني أنا رحت لعبت بالنادي الأهلي، وخاصة بالثلاث سنوات هذه اللي هي 2014 15 16 لين 17. فيعني كان الأمير خالد باني يعني قاعد يخطط من 2010 لين 2015 16 إنه يضبط الفريق النادي هذا اللي عرفته أنا. فلما جيت مفصل تفصيل صراحة يعني. كان معي مجموعة كبيرة جدا، ما عندنا ولا ذخر ولا مركز تقدر تقول إنه هذا اللاعب ما قاعد يعطي. الدكة كانت أقوى من الأساسيين. فأول موسم يعني كان في تحدي كبير. جمهور الأهلي كان يبحث عن لاعبين أوروبيين دائما، لاعبين برازيليين. أنت أول لاعب سوري يحترف في الأهلي؟ ما أعرف. نعم. يمكن. نعم. هذه معلومة صحيحة. فبالتالي بالنسبة للجمهور السعودي يعني كان شيء غريب إنه لاعب سوري يعني أو بالأندية الكبار. خلينا مفاجئ لهم إنه يكون لاعب على هذا المستوى. ولا لاعب سوري احترف بالأندية الكبار بالسعودية. دائما يعني إن كان الأهلي، الاتحاد، النصر، يبحثون عن الشباب، عن الأسماء الكبيرة. بالضبط. يبحثون عن اللاعبين الأوروبيين المعروفين. يعني لما جيت على الأهلي كان الاتحاد متعاقد مع ماركينو جايبينه من نادي روما. فأنا حتى دخلت تويتر إنه أنتم جايبين لاعب سوري من دوري الكويت وإحنا جايبين لاعب نادي روما البرازيلي. فسبحان الله وفقني والمجموعة كانت. في أول مباراة يمكن مع هجر سجلت أول هاتريك. مباراة لا لعبت كاس ولي العهد دور 34 مع الحزم. أيوة مع الحزم. فزنا 1-0 دقيقة 92 سجلنا الهدف، صالح العمري سجله. فأول مباراة بالدوري كانت بعدها ب4 أيام سجلت فيها هاتريك على هجر. أنا هذا قصدي أول مرة في الدوري بالضبط. بعدين سجلت على نجران وما شاء الله مشينا. يعني البداية كانت قوية جدا. كانت والجمهور مباشرة اقتنع فيك. اي فضل الله يعني. الجمهور وقف معي وساندني كثير، وللآن جمهور الأهلي له فضل عليه بعد الله. يعني الله جعلهم سبب توفيقي هو والنادي الأهلي صراحة. قضيت أحلى 3 سنوات بحياتي. ما هو يعني. أنت على كلام الزملاء المعلقين السعوديين أنت جننت الأهلاوية وجننت منافسينهم. يعني أهداف ما شاء الله باليمين باليسار، من خارج المنطقة من داخل المنطقة، يعني كرات ثابتة بالرأس، بكل الوسائل. والهداف التاريخي دوري المحترفين السعودي. يعني الهداف التاريخي الدوري السعودي ماجد عبد الله النجم الكبير نحييه طبعا. 189 هدف. لكن أنت على مستوى دوري المحترفين سجلت 144 هدف في دوري المحترفين، 195 في الإجمال مع الأهلي، لكن 144 هدف في الدوري الاحترافي. وبالتالي أنت الهدف تاريخي لهذا الدوري، الأعلى تهديفا لهذا الدوري، وهذا نجاح شخصي أيضا. والله أكيد يعني أنا فخور بنفسي بهذا الإنجاز. يعني أنا يعني لما رحت النادي الأهلي في المقربين مني إنه عمر الدوري السعودي قوي وانتبه لا تفشل، توفيق من الله. فكان في تحدي كبير يعني. فالأهلي له فضل عليه. كان عندك الثقة بنفسك إنك حتنجح؟ أكيد يعني لو ما عندي ثقة ما كان رحت. لكن أنا استخرت وارتحت كثير يعني لما جاني عقد الأهلي. ما صدقت بالبداية، خلينا نكون صريح معاكم مع الناس. لكن قلت لك أنا محظوظ.
محظوظ بوجود الامير خالد، كان موجود بهذيك الفتره، الامير فهد، الامير فيصل، كانوا داعمين النادي الاهلي بشكل كبير، يعني ما كان ناقصنا ولا اي شيء. لين 2017 الامير خالد بعد عن كره القدم، النادي الاهلي شوي تلخبطت اموره، لين يعني هبط للدرجه الاولى. انت واحد من اللي ما صدقوا انه يهبط. وللان ما مصدق ولا راح اصدق. اللي بده طبعا لانه في 3 سنوات قليله تكون بطل، تكون عندك ثلاثيه، تكون في القمه، ثم بعد سنوات قليله انا ما للان ماني مصدق ولا راح اصدق، لكن ما اعرف سبحان الله اللي صار. النادي الاهلي يظل نادي كبير، جمهوره يظل الجمهور الاول بالمملكه، فكل التوفيق لهم ان شاء الله بالموسم هذا، وان شاء الله يا رب يحققون شيء، مع انه والله زعلنا كثير لما طلعوا من كاس الملك، لكن ما قصروا الشباب، بس ما كان في توفيق، ما راح اقول حظ، توفيق، ما كان في توفيق. يقال بأنه احتفالات الأهلي بفوزه بثلاثية وبالذات بالدوري بعد 3 عقود من الانتظار كانت احتفالات خيالية، ربما أكثر من احتفالات أي نادي آخر في السعودية. أكيد يعني أنت اليوم يعني خاصة الدوري كان له فترة تقريبا 30 سنة، ترى 30 سنة يعني من قبل ما أخلق أنا، يعني هذا شيء مو سهل. جمهور يعني دائما جماهير الأندية، علما أنه في أساطير مرت على الأهلي، أمين دابو، محمد عبد الجواد، سعيد غراب، أسماء كبيرة في تاريخ الأهلي. اللي أنا أعرفه قبل ما كان يعني كاس الملك كان هو نفسه الدوري، فالأهلي كان يحقق كثير كاس الملك، لكن كان مسماه كاس ملك مو دوري. أنا هذا اللي عرفته يعني من بعض الإعلاميين، يعني إذا يعني يجمعونه مع كاس الملك بذيك الأيام إنه يعتبرونه دوري بالإحصائيات، يطلع الأهلي محقق أكثر من 3 دوري. يعني إحنا كاس الملك 13 مرة، أكثر نادي محققه، فأكيد كان له طعم جدا. هذيك الأيام ما تنسى بجد. جمهور الأهلي حبك، عملوا لك أغاني، شيلات، هزيج على اسمك. صحيح، كان تتذكر أحلاها؟ هي أبو خالد يعني سعود كلهم والله، يعني ما حدا قصر معه. لا الجمهور كان يغني لك أغاني باسمك. ايه كله كان تأليف عاطف كان يمال الشام، أغنية عاطف مشهورة. شو يقولون فيها؟ يمال الشام والله يمالي، والسما هدافة أحلالي. للآن أسمعها أنا والله. طيب، اشتغلت مع مدربين كثير أو عملت تحت مدربين كثير في النادي الأهلي، لو بدنا نحسبهم يعني أنا وياك جلسنا نحاول نعد فيهم بالأسماء، طلعوا معنا حوالي 12 مدرب في 9 سنين. كثير والله كثير. 12 مدرب في 9 سنين. أنت بديت مع كريستيان جروس السويسري واستمريت طبعا، يعني مر عليك البرتغالي غوميز، الأوكراني ريبروف، الأرجنتيني غويدي، الفوساتي إلى آخره، قائمة طويلة من الأسماء. مين أكثر مدرب ارتحت في العمل معه في النادي الأهلي؟ جروس وغويدي. يعني جروس كان عاطيني الثقة العمياء، كان عاطيني الثقة بشكل مو طبيعي، يعني كنت أنزل على الملعب أحس نفسي أنا خلاص مالك الملعب. الثقة اللي كان يعطيني إياها قبل المباراة وبين الشوطين وبالتمارين هي اللي كانت تخليني شوف اللاعب نفسيا، ترى خاصة المهاجم، لاعب بشكل عام تريحه نفسيا، يعطيك كل شيء بالملعب. فأنا كنت محتاج هذيك الراحة من الكابتن جروس، هذا مدرب مستحيل أنساه. وغويدي بعد، بس لكن غويدي ما حققت معه شيء يعني. طب مين المدرب اللي ما ارتحت معه وما تفهمت انت وياه؟ ريبروف الأوكراني. ريبروف يعني حتى صارت كذا مشكلة خلال الموسم، ما أعرف للآن إيش اللي هو رو قصص حتى أنك تهجمت عليه، أنه هو انتقدك بالقول بطريقة قاسية بعد الإصابة. احكي لنا شوي عنه. لا هو مباراة الهلال الفاصلة يعني هي اللي يعني أنا كنت غلطان صراحة، لكن ما تحملت. المباراة كانت فاصلة وعلى أرضك بجدة، تفوز تاخذ دوري، فأنا استغربت من تبديله، يعني دقيقة 65 تسحب مهاجم تنزل مهاجم، يعني أنت ما تخسرناش، حتى التعادل ما يفيدنا ولا شيء كان بذيك الفترة، يعني ما أعرف إيش كان تفكيره. فردة فعلي كانت سيئة للأسف. يعني لما دخلت بعد المباراة والمباراة انتهت تعادل، خلاص راح الدوري من إيدنا، فحاول يسلم عليه، ما رضيت إني أسلم عليه، وصار في شد يعني بينه وبينه، لكن ما وصلت للضرب مثل ما الناس تكلمت. وقبل حتى بداية الموسم بنص الموسم صار كذا شغلة، يعني مو يعني هوشة أو هذا، لكن بعض الانتقادات يعني أنا كنت أستغرب إنه ليش تنتقدني أنا، إيش اللي عامله يعني، خاصة يعني أجتني إصابة أنا بالأنكل وغبت عن النادي 3 شهور، يعني رسالة ما أرسل لي طمن علي فيها أو سأل عني. حتى أذكر مرة جيت النادي أفك الغرز، شافني ولا جا سلم علي. فأنا ما أعرف ليش كان يتعامل معي بهاي الطريقة، وبنفس الوقت حتى لو كان هو غلطان المفروض ما تكون ردة فعلي يعني اللي طلعت مني تكون بهيك.
لكن اللي صار واحد يتعلم دائما من أخطائه. نعم. في الموسم الماضي طبعا هبط، يعني بعد ما هبط الأهلي إلى الدرجة الأولى انضميت على سبيل الإعارة للنادي العربي القطري، وقدمت معه موسم جيد الحقيقة، سجلت 27 هدف في 27 مباراة على ما أذكر. لكن الذروة كانت في مباراة نهائي كأس الأمير اللي كانت أول لقب للعربي أيضا بعد 3 عقود من الانتظار تقريبا. ما بعرف شو حكايتك أنت مع الفترة الطويلة هي والألقاب. وسجل هدفين في المباراة النهائية أمام السد، والسد فريق قوي وقوي جدا وملقب بالزعيم الأندية القطرية بسبب كثرة ألقابه، وهو الأكثر ألقابا في قطر، ومع ذلك فزتوا عليه ب3 أهداف مقابل لا شيء. رغم يعني المباراة كان الكثيرين يتوقعون هذه نتيجة للسد وليس للعربي. احكي لنا عن تلك المباراة. والله شوف، يعني هذيك المباراة خاصة الشوط الأول يعني كانت مهامي أنا كلها دفاعية أبدا. الكابتن يونس ما كان طالب مني إني هاجم، مدرب يونس علي بالضبط، يعني طلب مني يعني دائما أكون متواجد بنص الملعب مع واحد من الارتكازين. يعني الشوط الأول في كرتين كانت للسد، لو واحدة منهم متوافقين فيها السد تغير مجرى المباراة. لكن الشوط الثاني يعني نزل حامد أوفر صح، حطيته صح أنا، تغيرت المباراة. بعدين صار نلعب على المرتدات، مرتدتين هدفين انتهت المباراة. لكن السد ما كان سيء بهذيك المباراة. صحيح. الأمانة يعني ما كان سيء، لكن ما توفق بالتسجيل. احنا توفقنا ب3 كرات وقدرنا ناخذ البطولة. سنة حلوة كانت كثير مع العربي، ذيك من أجمل السنين طبعا. الجمهور العربي فرح جدا، وأحبك جمهور العربي يمكن من أول هدف لأن ساعدته في العودة من منصات التتويج. طب أنت في المباراة النهائية لما طلعت استلمت ميدالية ذهبية من يد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تكلم معك، ماذا قال لك الأمير؟ والله المفروض ما اتكلم فيه، بس يعني مجالس امانات بس هذه مش مجلس مغلق، هذه منصه تتويج، في كثير يسمعوا كانوا الكلام. هو يعني بارك لي بالبدايه طبعا، قلت له شرفنا حضورك. فقال لي انه ان شاء الله مستمر معنا الموسم الجاي. قلت له ان شاء الله. قال لي اكيد. قلت له ان شاء الله سمو الأمير. قال لي ان شاء الله باذن الله. طيب، وبالفعل يعني انت عدت للاهلي ثم انضممت للعربي رسميا في الموسم التالي، ويعني بدأت بتسجيل أهداف معه وعملت هاتريك في مباراة الغرافة، ويعني مستمر مع العربي حاليا. لكن خبرني عن يعني تركك للأهلي. الحقيقة تركك للأهلي قيل عنه كثير. أولا قيل بأنه أنت يعني إعارتك للعربي هي نوع من التخلي عن الأهلي لما هبط من الدوري الممتاز. شو تعليقك على الكلام؟ والله أنا تكلمت يعني قبل، لما هبط الأهلي تضايقت كثير أنا صراحة. يعني ما كنت متوقع أبدا، ما كنت متوقع اللي صار، ولا كنت مصدق. يعني تحس نفسك إنه إحنا كنا هيك لا وعي، ما أعرف بالشهر هذاك. لكن إني طلعت من الأهلي ما كان بدي أطلع صراحة. وأنا تكلمت وأنا صادق، يعني ما أكذب على نفسي. أنا ما كان بدي أطلع من الأهلي أبدا. لما هبط يعني عروض كثير جتني، حتى كلمت وكيلي قلت له لا، أبي أكمل مع الأهلي لين يطلع للممتاز. فاجتمعوا معي موسى المحياني كان مدير الفريق مع أحمد بمعوضة بتركيا، فإنه عمر أنت راتبك عالي وإحنا درجة ثانية، يعني ما راح نقدر نقدم لك حتى لو أنت يعني خصمت 50% من راتبك، إحنا ما عندنا القدرة، فالأفضل إن أنت تطلع إعارة. طبعا بعد نقاش طويل بيني وبين وكيلي أخذت القرار أنا. فأنا سألته، قلت له يعني أنت تشوفوا لي نادي اللي أنا أشوف نادي؟ قال هنا راح نشوف لك وأنت شوف. فسبحان الله يعني أجتني كذا عدة عروض، يعني بالتفاهم تم الأمر وبناء حتى على رغبة إدارة الأهلي. هم اللي طلبوني، ما كان بدي أطلع، لكن هم قالوا لعمر إنه إحنا قادرين يعني. فأجتني عروض دوري السعودي، أنا رفضت، ما كنت حابب إني ألعب الدوري السعودي والأهلي مو موجود فيه يعني. فأخذت قرار إني أطلع. طيب أنت رجعت من العربي بعد الإعارة للأهلي، لكنك غادرت الأهلي. هل حزت في نفسك طريقة مغادرة الأهلي؟ كنت تتوقع يعني ربما طريقة أكثر احتفالية أو تليق بتاريخك واللي قدمته للأهلي؟ ما كنت متخيل بيوم من الأيام إنه الأهلاوي يعني يتخلون عني بهالطريقة هاي، لأنه أنا ضحيت كثير عشان الأهلي. يعني سنة 2016 17 18 19 20 يعني كثير عروض جتني ومغريات ورفضتها عشان الأهلي. وحتى بسنة من السنين يعني لما كنت ناوي أطلع من الأهلي، أجى النادي الأهلي كانوا بيعطوني نفس اللي معطوني الأندية الثانية. قلت لهم لا، أنا ما طلعت عشان الفلوس، أنا كان في سوء تفاهم والحين حليته، أنا خلوا عقدي مثل ما هو. فأنا ضحيت بشغلات كثير عشان النادي الأهلي، فما توقعت يعني إنه
يستغنون عني بالطريقه هذه، يعني اقل شيء تكريم، اقل شيء اودع الجمهور النادي الاهلي يعني. لكن انك تتركني بالنادي وتروح فجاه هيك يعني، انا صراحه يعني سافر المعسكر فما كان اسمي موجود من ضمن القائمه، ما حدا كلمني، ما حد خبرني وين اتمرن او اروح اجي، فانا اتصلت على وكيلته له ايش الوضع عشان اعرف يعني انا ايش اتصرف، فقال لي بشوف وارد له خبر. وفي نفس الوقت كان العربي القطري عنده الرغبه في التعاقد معك كان ناطرين مني خبر. نعم. فانا كلمت الكابتن يونس والاستاذ سعود انه انا خلينا اشوف النادي الاهلي، لما النادي الاهلي يرفض استمراريتي معاهم انا هذيك الساعه معاكم، يعني ما راح فاوض ولا نادي. يعني كنت صادق مع العرباويه، حتى في انديه كثير دخلوا علي قلت لهم لا انا اهلي او العربي، ما راح اروح نادي ملتزم. ثاني. بالضبط، خلاص انا كلمت كلمه صراحه يعني. فلما الاهلي ما كان عندهم الرغبه ان يستمر معهم خلاص عربي يعني. لكن كان في شوي يعني اللي مستحقات قديمه بالنادي الاهلي من 3 سنوات، يعني تنازلت عنها ومشيت صراحه. ما حبيت يعني لا تشتكي او يعني ما اتخيل نفسي اني اشتكي عن النادي الاهلي، ما اتخيل نفسي يعني واضح انه حبك للاهلي ابدي يعني. انا احب النادي الاهلي وجمهوره له فضل علي، والنادي الاهلي فضل علي بعد الله. فمستحيل السعوديه بشكل عام والرياضه السعوديه والقائمين على الرياضه السعوديه لهم فضل علي بعد الله، يعني ناس استقبلوني وحضنوني 9 سنين يعني، فمستحيل. انت عرفت فتره عز فعلا هناك. لا صعب اني اروح اشتكي والله يعني. فانا خلاص استغنيت ومشيت. العقيد لقبوك العقيد، انت ما يصير العقيد ما يشتكي. يعني انا اذكر حتى سنه كورونا ايه يعني اول ما طلبوا من المحترفين انه نخصم من راتبكم 50% مده 3 شهور، انا اول واحد وافقت. يعني كنت دائما متساهل معاهم، ومستحيل اجي اخر شيء انا اشتكي عليهم عشان الفلوس. بالنهايه هي رزقه، اذا الله كاتب لك رزقه جايتك يعني. طب انت يعني في ايضا قصه، طبعا دائما الشخص المشهور النجوم الناس بتروي عليهم حكايات او بتنسج قصص، احيانا بعضها صحيح بعضها مبالغ فيه او تقديرات او تخمينات. ناس تكلمت على سلامك ونظرتك لفيرمينيو، انت في النادي الاهلي وصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، يعني سلامك ونظرتك عليه في لها تفسيرات، ناس فسروها وكانه يعني انه هذا اللي جاء مكاني. شوف انا استاذ، خلينا نشوف شو حيعمل استاذ ايمن. انا شوف انا صادق دائما يعني، دائما يطلعون عليه كلام، يتكلمون عمر ما يحب فلان، عمر يحب نفسه اكثر. هذا كلام مو صحيح يعني، والمقربين مني يعرفون هذا الشيء. لكن انا من اول ما اقبل فيرمينيو جاي يسلم علينا وانا صادق يعني، قاعد اتكلم انه كيف بدي يعني نجم كبير، اول مره اقابل نجم كبير وتجي تتعامل معاه بالطريقه هاي. فكنت دائما افكر بين ما هو جاي لعندي بالطريق انه كيف بدي اسلم عليك، ايش اعمل له، يعني ما كنت عارف صراحه. حتى تعابير وجهي انا والله ما كنت منتبه عليه يعني لين بالفيديو. وانا اذا واحد غريب يعني اشوف هذا المقطع اقول واضح انه عمر مو مبسوط من جهه فيرمين، لكن انا من داخلي الله يشهد لا والله انا ما كنت عارف ردة هو عارفك انت مين في النادي كان؟ ما ادري ما اعرف. هو اجى سلم عليه وسلمت عليه انا وسلمت عليه بعده، لكن ردت فعلي من داخلي انا لا بالعكس ما في اي شيء. وللان يتواصل معي فيرمينيو. خلينا نحكي بصراحه يعني نفترض انت مش عمر السومه. عمر السومه عمل ارقام قياسيه مع الاهلي واهداف رائعه حتى بفريق بين قوسين يعني اقل بكثير من الفريق الحالي من حيث النجوم الاجانب. فيرمينيو سجل هاتريك في اول مباراه 3 أهداف، والان بعد 12 مباراه ما زال عنده 3 أهداف مع الاهلي، بمعنى ما قدم الشيء المنتظر الاهلي. انت هل كنت تتمنى تلعب جنب رياض محرز وضد كريستيانو رونالدو وبنزيما وماني والاسماء هذه؟ خاصه يعني انا حاليا اتفرج على كل مباريات النادي الاهلي. شو رايك بالنقله اللي صارت في الدوري السعودي؟ والله فخر صراحه يعني. احنا كعرب ما كنا نصدق، للان ما احنا مصدقين اللي صاير. مشكورين صراحه المملكه، الامير محمد على الشيء اللي عمله، الامير عبد العزيز وزير الرياضه، حتى رئيس الاتحاد ياسر المسحل، مشكورين ما قصروا. فخر والله. طيب. والله فخر. انا واحد من الناس يعني صرت كل عام صار اتفرج على الدوري. حكيت لي انك كنت تتفرج على الاهلي او ما زلت تتفرج على مباريات الاهلي، بتتابعها لسه بنفس الحماس انت ان فريقك يلعب؟ اكيد يعني اتابعها بنفس الحماس، لكن بنفس الوقت يعني ازعل اكيد يعني. انا ما كنت متخيل بيوم من الايام اني اطلع من الاهلي، يعني كنت حابب اني انهي مسيرتي بالاهلي حتى لو من غير راتب، يعني هذا كان مخططي اني اظل انا مجدد بالاهلي لين اخلص كرة القدم خلاص. يعني انا صرحت اكثر من مره انه انا ما اترك الاهلي الا الاهلي يتركني. صراحه من 4-5. طب هل ما زلت على تواصل مع زملائك اللي كانوا في الاهلي؟ يعني على سبيل المثال الان عبد الرحمن غريب في النصر صار يتواصل معي، متألق يحبه كريستيانو رونالدو، حتى اللاعبين الاهلاويه اللي طلعوا من الاهلي لازم يتواصلوا معه. شو تحكي له لعبد الرحمن غريب؟ الان كثير يقدم اسيست صار
لو ايامك كان يقدر اسيس كنت سجلت اهداف اكثر انت. لا ما قصر معي. شوف غريب، لكن احنا بهذيك السنه يعني ما اعرف ايش كان اللي صاير بالفريق، عدم توفيق بشكل مو طبيعي. يعني في اكيد اسباب، لكن انا ما اقدر اقولها صراحه. ونفس الاسباب حاليا اللي هي ما قام توفق النادي الاهلي. النادي الاهلي حاليا ما قام يتوفق توفيق. يبحثون عن السبب راح يلاقونه، وانا تكلمت فيه مو على الاعلام ولا شيء، ولا راح اتكلم فيه على الاعلام لانه هي شغلات شوي خاصه. يعني شوفوا الاسباب، شوفوا. احنا انت تتكلم ونحاول نقرا بين السطور بس لوحدنا. يعني انا تكلمت فيها، يعني تكلمت فيها مع اللعيبه، مع اكثر من شخص. اللي صاير حاليا مع النادي الاهلي عدم توفيق. في احسن من هيك مجموعه؟ ما في. انا حضرت مباراه ابها مطرود من اللاعب، شلون فاز على الاهلي ما ادري. الاهلي يلعب يوصل مرات تدخل الكره مرات تدخل. الحارس صار يطلع اي شيء، اللاعب يعني ذكرتني بالمباريات اللي احنا هبطنا فيها بالسنه هذيك. نفس الشيء، كنت توصل الجول ما تشوفه. كان في عدم توفيق بشكل مو طبيعي وللان. فان شاء الله يعني الناس المعنيين يكونون عارفانين ايش اقصد انا ويحلون الموضوع هذا. طيب انت حكيت على الطفره اللي صارت في الدوري السعودي وفي الرياضه في السعوديه، والحقيقه الان عربيا بالذات نحن نتحدث عن كره القدم. البطوله الاعلى والاهم في كره القدم هي كاس العالم. قطر فتحت الباب امام العرب، فتحت باب الطموح لما نظمت كاس العالم 2022 بنجاح كبير. والان طبعا في نفس البطوله شهدنا فوز السعوديه على الارجنتين، فوز تاريخي. شهدنا المغرب يصل المركز الرابع، فكانت البطوله ذات نكهه عربيه. الان في 2030 المغرب سيشترك في تنظيم كاس العالم كثاني بلد عربي يحصل على هذا الشرف، والسعوديه فازت رسميا بتنظيم كاس العالم 2034. ما رايك بذلك؟ والله شوف، صراحه اللي كان موجود بقطر المونديال اللي راح، اللي ما شافه راحت عليه صراحه. اجواء جدا للان نتمنى ان ترجع ذيك كلنا نشتاق لهذه اي والله ايام كانت يعني شهر عشناه من احلى الاشهر بحياتنا الرياضيه. تنظيم رائع. يعني شوف مباراة النهائي أنا حضرتها بالوسيل، 90,000 متفرج. لما طلعنا ولما دخلنا ما واحد ضرب كتفه بالثاني من كثر ما في تنظيم ومن كثر ما في تساهيلات يعني بالدخول وبالخروج. ف 34 راح يكون كأس عالم مختلف توقعنا. السعودية يعني عندها القدرة مثل قطر إنه تعمل شيء العقل ما راح يستوعبه صراحة. يعني حاليا ولسه ما استضاف شيء، عملوا شيء السعودية ما شاء الله تبارك الله إنه العقل ما قام يستوعبه. كل العالم تتكلم حاليا بالسعودية، فما بالك بكأس العالم. فراح يعملون شيء توقع يعني راح الناس تتكلم فيه العمر كله. ان شاء الله ربنا يعطينا العمر نحضر كاس العالم في السعوديه عام 34. يلا يعطينا العمر، بس لاعب لا مستحيل. لا اكيد، لا على الاقل متفرج محلل اداري بنحكي عن ذلك، متفرج ان شاء الله. ونواصل ان شاء الله حديثنا. كابتن عمر، كثيرين سالوني اني اسالك هذا السلام العسكري بعد الهدف منين جبته؟ لا مو سلام عسكري، تحيه تحيه لمين؟ للجمهور. طيب يعني كيف طلعت معك هذه الفكره؟ كل لاعب تقريبا بيطلع بطريقه احتفال للهدف، يعني فانت محافظ عليها. هي صارت بالصدفه، يعني انه كنا مفكر انه انا بدي اعمل شيء للجمهور، ما بدي اعمل احتفاليه شيء ثاني عن نفسي وشيء. يعني الجمهور اللي يستحق اقل شيء نقدم له، فطلعت التحيه هيك. يعني حتى ربع الشباب قالوا لي عاديه كلنا تعملها، قلنا اي خلاص تصير بسم الله. ومشيت معك ما يحبوها الجمهور فكملت فيه. طيب الان خلينا ننتقل لمحور المنتخب السوري. انت انضميت متاخر نوعا ما للمنتخب السوري في 2017، لكن انضميت للمنتخب في مرحله حاسمه من تصفيات كاس العالم المؤهله لروسيا 2018، ووقتها استطعتوا تعملوا نتائج وانت ساهمت باهدافك مع زملائك في تحسين وضعيه المنتخب لما تعادلتوا مع ايران في ارض بهدفين، ولو فزتوا وقتها كان ممكن تاهلوا مباشره لروسيا. ثم مباراه الملحق مع استراليا 1-1 في ماليزيا، وخسرتوا 2-1 بعد وقت اضافي في استراليا، وانت سجلت الهدفين في المباراه، الهدفين اللي في المباراتين. نعم. احكي لي عن هذيك الفتره، احكي لي عن هذيك التجربه وهذيك الخبره مع المنتخب السوري اللي اقتربتوا فيها اكثر مره يمكن في تاريخ سوريا بالتاهل لكاس العالم. والله يعني هي فتره كانت تاريخيه، واعتقد ما راح تنمسح ابدا من ذاكره الشعب السوري ولا حتى احنا اللاعبين. انا بالنسبه لي كانت حساسه كثير، لان كنت جاي جديد على المنتخب، خفت اني ما اقدم، لكن اللعيبه ساعدوني، اخواني اللعيبه ساعدوني بالملعب بعد توفيق الله. فمباراه ايران وتاهلنا للملحق هو يمكن اللي شد الناس لنا اكثر. يعني قبل مباراه ايران كانوا اللي يتابعونا قلال، مو قلال يعني، لكن مو كل الشعب السوري بس اللي يحب كره القدم.
لكن لما تأهلنا على الملحق كل الشعب السوري يتابعنا، اللي يتابع كرة قدم واللي ما يتابع. فدعمونا كثير صراحة، يعني إن كان فنانين ولا ممثلين، الناس المشاهير في سوريا دعمتنا. فمباراة استراليا يعني المباراة الأولى لعبنا مع ماليزيا، تعادلنا 1-1. فلما هي كانت المباراة بعدها يمكن 3 أيام أو 4. نعم. المنتخب الاسترالي طار بطيارة خاصة، وإحنا ضلينا 9 ساعات بالطيارة يعني، فلبما ما أدخل بالمطار. فشوي كان في فروقات يعني بين منتخب سوريا والاسترالي، لكن قدرنا نجاريهم بالروح والقتال اللي كان موجود عندنا، وكنا قريبين لولا الأشواط الإضافية. وهي اصلا اشواط اضافيه غير عادله، انت تلعب في ارض المباراه الثانيه ويكون عندك اشواط اضافيه، نص ساعه اضافيه بدعم جمهورها وبنفس الاجواء الحماسيه، يعني المفروض كان ترجيح مباشر. ورد احنا كنا نلعب خارج ارضنا، يعني المفروض تكون اقل شيء مباراه الاولى باستراليا والمباراه الثانيه بماليزيا، لكن صحيح. هي راحت بالنهايه. ايام حلوه وتاريخ راح يظل معلق. نعم طبعا انتم لو تجاوزتوا استراليا كان حتقابلوا هندوراس. استراليا استطاعت ان تفوز عليها بسهوله وقت في الملحق وتاهل لكاس العالم في روسيا. نصيبنا. طيب نصيب. هذا يقودنا الحقيقه ايضا لمساله كثير بتتكرر، هي انه ليس من العدل انه نطالب اللاعب السوري او المنتخب السوري بان يقدم اكثر ما يقدمه، يعني لان البعض يقول اذا كان يعني المنتخب ما وصل او ما تاهل لكاس العالم فهذا تقصير من اللاعبين، المفروض يكون الوضع افضل، علما انه تقريبا يعني عندما تطالب كرة القدم أن تكون في القمة لابد أن تكون مجالات أخرى أيضا متقدمة، وهذا ليس هو الحال في سوريا. ظروف الكل بيعرفها، يعني اللاعب ما يكفي اليوم. كرة القدم الحديثة موهبة اللاعب ما تكفي، لازم إدارة المنتخب تدعمك، المدرب يكون متفاهم مع اللعيبة، الدعم يكون موجود. شغلات كثيرة احنا مي موجودة عندنا المنتخب السوري نهائيا، يعني احنا حبة فيتامين ما عندنا، ما حد يوزع لنا، يعني ما عندنا، يعني حتى خلينا نكون شوي قاسي. مدير المنتخب عندنا بحياته ما مارس كرة قدم، وأساسا شغلته مو كرة قدم، وحتى مو بس مدير المنتخب، هو مدير المنتخبات كلها اللي موجودة عندنا بسوريا. يعني مدير المنتخب ما هو ممارس كرة قدم، كيف بده يتناقش مع المدرب؟ كيف بده يتعامل مع اللاعب؟ يعني لكن هو ما في شك ان الظروف العامه ظروف صعبه. لا مو يعني ظروف داخل المنتخب، مو ظروف الحياه اللي موجوده بسوريا، ما لنا شغل، هذا شيء ثانوي يعني. ذاك ممارسات داخل المنتخب، يعني. اي داخل المنتخب التعامل مع اللاعب. المنتخب عمر في طلعت اشاعه في وقت الاوقات انه انت صار خلاف بينك وبين كابتن فراس الخطيب على موضوع شارة القائد او كابتن الفريق. لا مو صح. يعني موضوع كابتن المنتخب بدي توضح هالنقطه هي حتى ما تكون في انا ولا مره لبست شارة كابتن فراس كان موجود بالملعب. صحيح. فكيف بدها تصير خلاف بيني وبينه؟ وعلاقتي مع فراس جدا قويه، فراس اعتبره اخي الكبير بمجال الكره، فدائما استشيره، دائما انا على تواصل معه. فما هي اشاعات طلعت كثير، واللي طلعوه للاسف من نفس المنتخب كانوا مو لاعبين عشان يخففون عليهم ضغط، عشان يعني الجمهور يعني يلهوب قصه. يعني خلينا نتكلمك عن الكاس اسيا اللي راح 2019، كل الناس اكلت راسي انا جمهور. بالنهايه جمهور عاطفه من حقه يعني يتكلم على اي شيء داخل المنتخب، على النتائج السيئه اللي قدمناها، على موضوع اشاره الكابتن، وعلى موضوع تذاكر المباراه، وهي كلها مو صحيح ولا شغله من اللي انذكرت. وانا للان ما تكلمت الى يومك هذا، ما رضيت اطلع اوضح، لانه خلاص يعني مشكله صارت، بس بدك توضح يرجع الناس تتكلم. فانا بشكل عام ما احب اطلع شغلات او اسرار اللي تصير بالمنتخب، لكن انا اليوم خلاص صرت برات المنتخب، صرت واحد من الجماهير، يعني من حقي اتكلم واقول اي شيء بدي. طلعوا اشاعه انه عمر اخذ تذاكر كثير، ومو صحيح. انا اشتريت مثل العالم، كانت عائلتي موجوده. عمر ليش جاب عائلته على الامارات حضرت البطوله؟ عادي. اول شغله انا استاذنت من المدرب ومن مدير المنتخب ومن رئيس اتحاد كره القدم اللي هو الاستاذ فايد دباس، واجوا حضروا مباراتين ومشوا. فانا ما جبتهم من راسي من حقك يعني. وهذا شيء طبيعي يعني بالعالم الرياضي وخاصه بالغرب. شفنا كاس العالم الاخيره في قطر، منتخب انجلترا كان بعد المباراه وكثير منتخبات يطلعوا يسلموا على اهاليهم في المدرجات. يقول لك لا ليش عمر جابهم، ليش مدري ايش. فهي صارت حاله. فعندنا احنا ما يعرفون يتعاملون ابدا مع اللاعب، وخاصه احنا اللاعبين اللي طلعنا برا صارنا فتره محترفين برا وشايفين كيف الكره قامت تتطور. فلما نجي انا صراحه لما اروح المنتخب اقسم بالله انا ارجع مكتئب من الشغلات اللي تصير بالمنتخب. انت شلون بدك تطور كره القدم؟ كل ما يجي واحد يشتغل بس على الفتره اللي هو موجود فيها، وهذا الشيء غلط. خلاص يجي واحد يا اخي انا ما بدي المنتخب الاول، يشتغل على الفئات السنيه، وبعد 8 سنين 10 سنين 12 سنه الله اعلم، يعني هي المشكله، يشتغلون لحد ما عاد. يا اخي اعمل خطه طويله المدى، وبعدين
شو اسمه تشوف النتيجه، لا كل واحد يدي يطلع البطل بالسنه اللي هو بده يستلم. كلما جاءت لعند اختها، كل واحد بده يجي يبدا من الصفر، ينسى كل اللي قبله وينسى كل اللي قبله. احنا تجننا طبعا احنا انت اللعيبه، وقتك قليل، خاصه انا يعني انا وعمر الخريبين المواس اللاعبين المحترفين برا يا اخي، لما نجي على المنتخب نشوف معامله، يعني المفروض نتعامل افضل لمنتخب بلدنا، لا الانديه تعاملنا احسن وتقدرنا اكثر. الان انا ماشي معك خطوه خطوه. لعبتوا في تصفيات كاس العالم في 2026 في امريكا الشماليه مباراتين. في السعوديه ملعبكم طبعا، فزتوا على كوريا الشماليه بهدف مقابل لا شيء، سجلت انت ركله الجزاء، ثم خسرتوا امام اليابان ب5 أهداف مقابل لا شيء. خساره اليابان كانت قاسيه لمن لا يعرف اليابان. اليابان هي ما زالت في قاره اسيا جغرافيا، لكن كرويا نتذكر انه اليابان هزمت المانيا واسبانيا في كاس العالم في قطر، وخسرت ركلات ترجيع مع كرواتيا اللي وصلت نصف النهائي في اخر بطولتين، وايضا وديا هزمت المانيا ب4 أهداف لهدفين في ارضها، وهزمت تركيا ب4-1، وهزمت كندا، وهزمت منتخبات قويه كثيره وكثيره جدا من كل القارات. فبالتالي احكي لنا شوي عن تجربتك في تصفيات كاس العالم الاخيره. يعني مباراه كوريا سجلنا هدف بلنتي، يعني احنا ممكن خطرنا كرتين، الشوط الثاني مسكوا كرة علينا أحسن مننا يعني فريق كوريا. مباراة اليابان لما طلعت صرحت بعد مباراة كوريا، في ناس ما عجبه تصريح إنه إحنا مباراة صعب المباراة منتخبات عالمية مو قادرة تخسر اليابان. ترى الكلام سهل أستاذ أيمن، أسهل شيء الكلام بدنا نفوز ما كان لما تيجي على أرض الواقع ترى الموضوع مختلف، مختلفين كثير. يعني هو البعض يقصد انه معنويا انت لازم ترفع معنويات اللاعبين، انت كابتن منتخب لازم تقول لا ليش نحاول نفوز على اليابان. أنا إيش قلت؟ أنا قلت مباراة صعبة لكن ما في شيء مستحيل بكرة القدم، يعني يدخلون مباراة سهلة وإن شاء الله راح نفوز. نفس الجملة يعني اوريدي احنا اللعيبة لما بدي اتكلم احنا نتناقش بين بعضنا، كلنا كنا مقتنعين انه اليابان فارقنا بكثير ونسبة فوزنا عليهم 1% حتى ما في 0% كان. هل ترشح اليابان تفوز كأس آسيا في قطر؟ حاليا هو افضل شيء، اليابان حاليا افضل منتخب باسيا. اليابان شو قوته؟ انت لما لعبت ضده شو وجدت قوته؟ مو قوته، شغل السرعة، الذهنية، ما ادري. انا حسيتهم قاموا يتمشون بالملعب، ما اعرف شلون يلعبون، دارسين كرة القدم. يعني لما طلعنا من المباراة شوف منظر اليابان وشوف منظر منتخب سوريا احنا طالعين، في فرق من السماء للأرض. نفسيا الواحد يفوز نفسيا. هم يسموها كوكب اليابان. لا اليابان شيء ثاني يعني. طيب خلي اليابان وكوريا الشمالية وميانمار هي مجموعة سوريا لو تستطيع يعني تحافظ على أفضلية فوزها مع كوريا الشمالية وتهزم ميانمار مرتين، ممكن تتأهل كثاني المجموعة مع اليابان للتصفيات الآسيوية النهائية اللي حيكون فيها 18 منتخب ب3 مجموعات سداسية، وبعدين في ملحق وفي قصة طويلة، وحتكون تصفيات صعبة جدا. هل ترى من فرصة للفريق السوري بأن يعني يمضي بعيدا في هذه التصفيات؟ لازم منتخب سوري يفوز على كوريا عشان يتأهل، على كوريا والميانمار طبعا. نعم. لازم أو يتعادل مع كوريا ويهزم ميانمار مرتين. ميانمار لازم تفوز عليهم، خليها على جنب. كوريا ما لازم تخسر معهم، بس تخسر انت راح تطلع. طيب نترك تصفيات كأس عالم ونجي لكأس آسيا. كأس آسيا في الدوحة، أنت محترف في النادي العربي، تعرف أجواء الدوحة ومتعود عليها والجمهور بيحبك هنا. والمنتخب السوري في مجموعة تضم أستراليا، أوزبكستان وكلاهما قوي، والهند المتطورة، لكن هناك فرصة للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ المنتخب السوري. قوي، مو بس متطور وقوي. نعم، هناك فرصة للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ المنتخب السوري، على الأقل كأفضل ثالث، يعني لازم يفوز مباراة على الأقل مثلا مع الهند. كانت المفاجأة الصاعقة قبل أيام أن المنتخب أعلن أو الاتحاد أعلن أن القائمة تخلو من اسم عمر السومة، ولم يقدم أي تبرير رسمي. كلنا صدمنا، كلنا ما فهمنا. شيء يشبه لو تأتي منتخب مصر والله تقدم تشكيلة بدون محمد صلاح، أو تقدم منتخب الجزائر بدون رياض محرز، أو تقدم أي منتخب عالمي بدون نجمه. مهاجم تتمناه كل المنتخبات الآسيوية، مهاجم ليس في وجهك طبعا، لكن نحن نتكلم حقائق هنا والأرقام. أفضل مهاجم سوري، قائد المنتخب، هداف المنتخب، فجأة بدون شكرا، حتى يمكن ما سمعنا شكرا، لا جزاء ولا شكورة، فجأة اسمه خارج منتخب بكل بساطة. والمسألة ليست بسيطة، المسألة كانت صدمة للجمهور السوري والعربي الحقيقة ولكل وسائل الإعلام. تعليقك على هذا الأمر؟ أنا تكلمت يعني إنه قرار مدرب، أنا أحترمه، خلي المدرب على جنب، هو بالنهاية يعني هو اللي يشوفه مناسب من اللعيبة يختارهم. لكن الاتحاد الكرة ليش توافقون؟ أنتوا شلون وافقتوا على هذا القرار؟ ما ناقشتوا المدرب، ما سألتوا إيش الأسباب. أنا اليوم عمر أريد أعرف السبب، يعني أكيد في سبب قوي عشان بدك تستبعد لاعب من القائمة.
فانا ماني عارف مو اي لاعب يعني، مع احترام للجميع. ما اريد يعني اتكلم. إيه طبعا انت ما عن تتكلم عن نفسي يعني. نفسك، لكن الناس عم تتكلم عنك. انا يعني اليوم خيونا واحد من الجمهور السوري، اريد اعرف ليش استبعد عمر السوري. اقنعونا احنا كجمهور سوري، اقنعنا ليش تستبعده. انا لعبان كل المباريات البعض ومشارك. حكى عن مباراة اليابان انك طلعت بين الشوطين بدلك ورحت غرفة الملابس وما رجعت على دكة الاحتياط حكي لنا على الواقع هذه. والله علاقتي مع المدرب جدا جدا ممتازة، ولا صار بيني وبينه ولا اي خلاف، بالعكس ضحك ومزح، وانا اكثر لاعب امزح معاه مع المدرب ويتقبل مني كل شيء. مباراة اليابان انا قبل المباراة بيوم قال لي: انا عمر بكره راح ابدلك بين الشوطين. انا استغربت صراحة، انا بحياتي ما سمعت مدرب يبدل لاعب قبل المباراة بيوم. صح ولا مو صح؟ مباراة ودية ممكن ممكن يعني مباراة خطة ودية وعملها قبل. لكن مباراة كأس عالم، مباراة ودية قبل تصفيات؟ رجل عندي قال: عمر راح اسحبك بالدقيقة الفلانية. قلت له اللي تشوفه. لكن تصفيات كأس عالم، تصفيات مباراة رسمية. انا تفاجأت صراحة، حتى تكلمت مع الشباب الغرفة، قلت له يا اخي شلون المدرب يطلب مني هيك؟ طلعني برا جو المباراة، يعني من الوقت من قبل المباراة بيوم انا طلعت برا جو المباراة، شلون يجي لعندي ويبدلني قبل ما تبدا المباراة؟ فانا والله ما تكلمت معه، قلت له تشوفوا كابتن، حتى شبكني وطلعنا نمشي انا وياه من الملعب ونضحك ومع الكابتن محمود فايز ولا في اي شيء. سحبني المدرب بين الشوطين مثل ما تكلم قبل بيوم. انا اللي بين ما تحممت وعملت مختص ثلج بعد الشوط الاول، لا. بعد ما تبدلت يعني. انا طبعا هو ايمت قرر التبديل عد ما خلص كلامه بين الشوطين، يعني هنا كان خالص ربع ساعه اللي هي الاجازه، الوقت الاستراحه. نعم. فلما طلعوا اللعيبه سلمت عليهم: يلا موفقين يا شباب. عملت مختص بارد، تحممت، صليت، طلعت. انا حتى والله الهدف الفاول ما شفته، انا كنت جوه. فطلعت كان تقريبا بعد على الشوط الثاني يمكن ربع ساعه. فما اخبي عليك يعني انا تكاسلت اروح، وكانت المباراه شغاله، ويعني انا الدكه على الطرف الثاني. فانا وقفت هون عند الرابطه، تحت الرابطه كملت المباراه كامله، يعني ما في ولا اي شيء بين. انا تفاجأت كيف الناس تتكلم، وتمنيت ان المنتخب يطلع ويوضح انه لا ما في اي خلاف يعني ما خلعت القميص وانا ما صح لي ورميته بغرفه الملابس وقلت انا مش حلعب الشوط الثاني. ما حصل الكلام، ما صار ولا شيء. بالعكس المدرب من اول ما استلم اول معسكر اللي معاه اجتمع معي محمود فايز المدرب، قال لي: عمر احنا جايبينك معانا اداري وكابتن ومساعد انه وريدك تساعدنا بكل شيء، اي شيء تشوفه تعال بحق لك تناقشنا. ما ناقشته انا باي شيء، يعني ممكن بس مباراه الصين. فانا تناقشت انا والكابتن محمود لما رجعت على قطر، قلت له: كابتن حرام كان راح تروح مباراه الصين الوديه لان احنا مع ماليزيا كنا ربحانين 2-0. فقلت له: انتم ظليتم لل90 دقيقه وانتم تلعبون مهاجمين، خلاص اسحب مهاجم لاعب وسط، يعني الا راحت المباراه مباراه ماليزيا. مباراه الصين نفس الشيء، سحبتني نزلت على الدالي، خليته هو وساميه يلعبون لين انصاب ساميه ورديت سحبته، وما نزل لاعب وسط حتى نزل جناح. يعني كنا نتناقش معه. انتوا يعني انا لما حكيت معه بدايه حديثي قلت له: انت تتقبل مني اتكلم يعني ما تزعل؟ قال: لا 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 اللي بدك يا احكي. فقلت له: مباراه الصين كان راح تروح حرام يعني. كثف النص، محمد عثمان تعب بالمباراه، هلك هو وثارك روما، نزل واحد يساعدهم بالنص، اسحب مهاجم نزل لاعب وسط وحرر المهاجم. هو المدرب يعني ما بدي اتكلم عشان ما الناس يفكرون متضايق منه او في مشكله شخصيه، لا 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 ابدا يعني. بس المدرب ما يحب يهاجم، هو متهم انه عقليه دفاعيه. يعني انا تمرنت معاه صار لي 8 شهور او 9 شهور، يمكن تمارين الهجوميه مره او مرتين عملناها، كل تمارينه دفاعيه ويلا تقسيمه. التمرين ما كنا نتعب اصلا. وانت كمهاجم ايضا عندك واجبات دفاعيه؟ ما كان يطلب مني مهام هجوميه اصلا، انا ولا اتذكر طلب مني مهام هجوميه، كان دائما يطلب مني مهام دفاعيه، كيف اوقف بحاله دفاعيه، ولا مره طلب مني مهام هجوميه. هو رجل درب مصر واوزبكستان ودرب كثير منتخبات وكثير انديه وفي ايطاليا لكن متهم بانه اسلوبه دفاعي فعلا. هو يعترف، نعم. يقول لك انا زلمه دفاعي، هو نظام المدرب انا ما بدي افوز المهم ما اخسر. بس هذا الشيء غلط، يعني كره القدم ليش محتاج تفوز في بعض على الفوز؟ انت المباراه قليل المباريات تسكر عشان لا تخسر او تكسب نقطه مثلا، بس مباراه وديه. طيب بعد ما ظهرت القائمه هل اتصلت باحد؟ هل سالت احد من الاتحاد من المنتخب؟ هل تواصلت مع احد؟ هل تواصل معك احد؟ ما حد تواصل معي ولا انا تواصلت مع حدا. تواصل معي يعني محبين، اصحابي، اصدقائي، ما بدي اذكر اسمائهم يعني. ما اعرف، قالوا لي راح نحاول نتكلم مع الاستاذ عبد الرحمن خطيب، نحاول نشوف اذا في امكانيه للرجعه وما اعرف ايش. فانا قلت له يعني خلاص، يعني انا طابت نفسي يعني بعد الشيء اللي عملوه، ما عاد شلون بدي ارجع العب يعني، وخاصه مع المدرب نفسه. وانك تشيل المدرب قبل البطوله وتجيب
مدرب ثاني تا يستدعيني، فراح تتلخبط الامور كلها. فما اعرف، الله يوفقهم. يعني انا على بعد ايام من كاس اسيا، هو صعب جدا ان يتخذ هذا القرار، لكن لو فرضنا حصل تم تعيين مدرب وطني ودفع الشرط الجزائي للمدرب الاجنبي اللي باقي في عقده شهر، يمكن ما اعرف انا امتى انتهى عقده، يعني يمكن بقى شهر او شهرين. فبالتالي يعني انت لو تم هذا الامر هل يمكن ان تعود للمنتخب؟ انا سمعت، جاني خبر انهم حاولوا يشيلونه، بس لانه الشرط الجزائي $500,000 وقفوا. هذا خبر جاء. لو فرضنا حدث هذا الشيء وطلبوا منك ان تعود للمنتخب، هل تعود؟ هلا قبل الان لكاس اسيا ارجع. ترجع؟ اي نعم. طيب ولو مضت كاس اسيا بدون عمر لا السومه خلاص. وطلبوك هو او مدرب اخر جديد لتصفيات كاس العالم تكمل معه؟ خلاص انا اخذت قراري، اذا ما العب بطوله اسيا انا خلاص ما عاد التحق بالمنتخب. ان لم تلعب كاس اسيا يعني ليش تعتبر هذا اعتزال دولي يعني كما صرحت؟ انا اليوم عمري 33 داخل على 34، يمكن هاي اخر اسيا اشارك فيه. ليش انت تمنعني من المشاركه فيه؟ ممكن يصير عمري مثلا 38 يعني 36 سنه 37 سنه في السعوديه في فرصه ممكن 2027 بس انت تحب الملاعب السعوديه. ضعيفة. مع انه انا عندي تحدي مع نفسي اني اوصل لمرحله متقدمه بالعمر واني العب واحافظ على مستواي، اذا الله طبعا بعد عني الاصابات. هي الاصابات هي اللي تنقص عمر اللاعب. يعني شوف بنزيما، شوف كريستيانو، شوف مودريتش، شوف توني كروس، ابراهيموفيتش، في لعيبه كثير. يعني الان تشعر انه طال عمر اللاعبين مع وسائل التدريب الجديده، مع التغذيه، مع العنايه، بدون اصابات. انا اليوم احيانا اتكلم مع نفسي، ما اشبه نفسي. يعني دائما اقارن كريستيانو وبنزيما اكبر مني بسنتين، وكريستيانو اكبر مني ب5 سنين. فكيف هذول يلعبون وانا اترك؟ لا، ما راح اترك. بدي اتحدي مع نفسي، يعني انه فيك انت كبني ادم انك تقدر تلعب. مثلا ايش قام يعمل هو؟ يجتهد، يحافظ على نفسه، وبالنهايه توفيق من الله. تلك باستثناء الاصابه هي توقف اللاعب. طيب المشكله انه احنا جالسين كلنا نتحذر. انا نفسي حاولت واجريت اتصالات وسمعت كلام مختلف يعني، لكن ما بيختلف عن كلام اللي انت سمعته، لانه البعض يضع في كما يقولوا في ظهر المدرب، البعض يقول اتحاد، البعض يقول نتيجه جهل في التعامل مع المدرب. وانا في مره من المرات كتبت وقلت بانه مشكله الكره العربيه بانها لعبه محترفين يديرها هواة. تجد انه اداره النادي، رئيس نادي، رئيس اتحاد، مدير منتخب، كذا، بس مو كل الوطن العربي. في بعض. يعني الان في الخليج في اجتهاد وفي تطور كبير صار. بالضبط. في شمال افريقيا ايضا في احتكاك قرب من اوروبا. يمكن هذا بيجسد في بعض البلدان بما فيها سوريا يعني بصراحه. يعني اكد على كلامك استاذ ايمن، اليوم اتحاد كره القدم الموجود ولا واحد بيهم يمارس كره قدم. انت شلون بدك تتعامل مع اللاعب؟ طب على اي اساس هو اتحاد كره القدم هذا؟ يعني كيف هذا انتخب؟ اقل شيء مدير المنتخب يكون مارس كره القدم. المنتخب عشان يعرف يتعامل مع اللاعب، يعرف يناقش المدرب، يعرف يمتص غضب اللاعب في حال توتر. ما يعني شلون بدك؟ خليني ساكت والله العظيم. ما اريد اجرح، ما اريد اخسر الناس، لانه انا متضايق اني طلعت من المنتخب، ما اخبي عليك، لكن بنفس الوقت متضايق على وضع الكره السوريه بشكل عام. يعني لا عم يضحكوا علينا. أنا اليوم واحد من الجمهور السوري عم يضحكوا علينا، خاصة باللاعبين اللي عم يجيبونهم من برا. يعني شو رأيك فيهم هذول؟ فنيا لا يقلون، لا يعني ما يعني الجماعة اللي عندنا لاعبتنا السوريين ما يقلون عنهم، نفس المستوى. وفي لاعيبة عند السوريين يتميزون عنهم. يعني ما قدموا إضافة ولا راح يقدمون، لأنهم مو جايبينهم لأنهم مقتنعين فيهم أنهم أفضل من الموجودين. هم جايبينهم بس يشوفون الشارع السوري انه شوفوا احنا عم نشتغل. انت كيف تجيب لاعب على البطوله دايركت؟ شلون انت ماني عارف يعني شلون بده يتعامل مع اللاعب، شلون بده يتعامل مع المدرب، شلون بده يعني احنا صارنا سنه مع المدرب ويا دوب فهمنا ايش بده منه. كيف هذا ب 15 يوم بده يفهم ايش بده المدرب منه بالمباريات؟ ويقال بعضهم لم يلعب منذ اشهر. انا ما بدي اتكلم عشان ما يفكروني انه انا لانه جابوا اللاعب الفلاني زعلان. لا، انا زعلان على الكره السوريه، وزعلان اكثر شيء على الشعب السوري اللي قام يضحكوا علينا. جايبين لعيبه ما عم يشاركوا حتى بانديتهم، والله ما عم يشاركوا. يعني مع احترامي للجميع، يعني في منهم واحد اثنين يشاركون والبقيه ما يشاركون، يجون يلعبون اساسيه وجايين شايفين انفسهم على بعض اللاعبين. يعني انا احد اللعيبه اللي اجوا تعرف ايش يقول لي؟ والله العظيم يقول لي انت ايش عم تجي على المنتخب؟ هيك عندك عقد منيح وامورك تمام لك، ليش انا جاي بس لحتى احصل عقد بالخليج وابطل هيك بالحرف. ونقلت هاي الجمله انا للمسؤولين ولا واحد تصرف. خليني ساكت. في شغلات كثيره باذن الله يعني الجمهور السوري راح يعرف حقائقها بعد فترات. حتفرج على كاس اسيا؟ اتفرج ما اتفرج
شو تتوقع المنتخب السوري فيها الآن؟ والله من كل قلبي أتمنى له التوفيق، بس عشان الشعب السوري لأنه يحتاج الفرحة. لكن فنيا مع هذا المدرب إلا إذا انتهت 3 مباريات 0-0 مصفار يعني. وحتى 0-0 3 مباريات احتمال تتأهل احتمال لا كثالث يعني. إن شاء الله. مش مضمون يعني. إن شاء الله. لأنه حيكون فرق أهدافك 0 كمان. لكن أنا كواحد فاهم كرة قدم وقريب من المنتخب توقع ممكن يتأهلون مشان ما يقولون شوف أنت ما كنت متفائل أو شيء. لا إن شاء الله أتمنى المنتخب يتأهل عشان الناس تفرح، بس بالعمل هذا الله ما يقبل، رب العالمين ما راح يوفق. هذا أي وجهة نظر يعني هي سبب فشلنا احنا بكأس آسيا اللي راح، لأنه احنا ما كنا النوايا صافية بين بعضنا، إن كان لعيبة ولا إن كان رحنا على البطولة اخذين البطولة قبل ما نوصل 2019 أتكلم. أنا أشكرك على صراحتك ونتمنى له توفيق ونتمنى أن تصلح هذا. أنا والله ترى أنا أتكلم بحرقة مزعوج لسوريا ولا كل الدول العربية، لكن يعني قبل ما ننتقل لملفات أخرى في حديثنا اليوم، هل بقي شيء ممكن تحكيه عن موضوع المنتخب الآن في الله الفترة هذه؟ الله يوفقهم وييسر لهم إن شاء الله، واللعيبة الله يكرمهم إن شاء الله كمان بعقود. اليوم لاعب السوري صار ممرغوب فيه عكس بعد الملحق اللي كنا فيه باستراليا، كل الأندية كانت تتضارب مين ياخذ لاعب سوري. اليوم ما حدا راضي باللاعب السوري. أنا اشتغلت على قطر ودرجة ثانية ما حدا رضي، من يسمع كلمة سوري يقول لك لا ما بدي. للأسف أتمنى اللعيبة يعني يسمعون هاي المقابلة ويشدون أنفسهم ويصفون نواياهم تجاه بعض، لأن بالنهاية هي للكل مو لشخص. وأنا أكثر من مرة اجتمعت معهم قلت لهم شوفوا ترى أنا جاي على المنتخب لأني أحبهم وأحب المنتخب وأحب البلد، لكن أنا ما يعني المنتخب آخر فترة ما أضاف لي شيء، بالعكس كله كان يجي على ظهري. كنت أروح المنتخب اكتابه وأرجع. والله على كل حال نتمنى الجمهور بالأخير الجمهور له الظاهر، يقول لك بالملعب ما قام يعد، هذا اللاعب عقله مو موجود إنه يطمح إنه يفرح. أنا اليوم واحد منهم. أنا اليوم واحد منهم. نعم. أنا واحد من الجمهور اليوم. على كل حال أنت ما قصرت وما بتقصر دائما إن شاء الله. خلينا ننتقل لموضوع آخر. كابتن عمر الآن لأنه لما يكثر الإعلام والإعلام الخاص الإعلام الشعبي السوشيال ميديا الإعلام المستقبلي هذا، فيصير تقريبا كل واحد عنده تليفون ممكن يعمل وسيلة إعلام فيها، فالآن يكثر الكلام وتكثر الإشاعات وتكثر القصص والروايات، وهذا وضع طبيعي وأنتوا لازم تعانوا منه. لذلك أنا بسألك أنت هذا يعني كما يقال ضريبة الشهرة، كيفك أنت مع الشهرة؟ والله صعبة صراحة حياة الشهرة، صعبة كثير يعني، وأكثر حدا يعني من هو عائلتي يعني. ممكن هون انبسطوا معي بقطر إني أطلع يعني مو مثل بالسعودية يعني. هون أصلا لما أطلع بقطر اللي يوقفوني سوريين سعوديين بس، أما بالسعودية أبدا ما أطلع. تمرين بيت تمرين حلوة يعني، هاي محبة الناس يعني بالنهاية، لكن صعبة يعني. بالنهاية أنا ماني حجر يعني، بشر عندي مشاعر وعندي مثل ما يقولون موجات تأخذني وتجيبني، كيف أفكاري كيف أريد أقول لك يعني مزاجي. يعني الواحد يكون مزاجه ما أنه مرتاح، يجي واحد يضايقك ما تتحمله، فتصير كثير يعني معي. لكن بشكل عام يعني هي حلوة بس إلها ضريبة. طيب الآن لو تحدثنا في آراء كروية عامة، أنت كيف تستعد للمباراة الكبيرة؟ هل عندك طقوس معينة قبل المباراة الكبيرة؟ هلا كل المباريات أنا عندها كبيرة صراحة، كلها نفس السيناريو يعني، نفس نادي منتخب نفس الشيء، نهائي نصف نهائي كله نفس الشيء. احترم كل الأندية وكل المباريات حتى الودية يعني. أنا أخاف على نفسي من الإصابة كل المباريات قبل كل شيء، وهذا الشيء اللي أنت تحتاجه قبل المباراة. طب في طقوس معينة تعملها في المباريات؟ في أشياء تتفائل فيها بتتشائم فيها؟ لا أنا أتفائل بالفطور، لما أصحى الصباح أفطر يعني بين 8 إلى 10. وصراحة أنا أقرأ قبل المباراة سورة البقرة دائما يعني، في عندي جهاز اندورماتيك أحطه 45 دقيقة، سورة البقرة تأخذ معي 40 دقيقة. هل عندك مثلا نظام غذائي معين أو بتاكل أكلات معينة قبل المباراة؟ أنا ما دائما أنزل على الملعب ماني أكل يعني، يا دوب أكل شوي معكرونة. ما أحب ما أعرف ألعب أصلا وأكون أكل ما أعرف، فدائما أنا بعد المباراة أدوخ، الشباب يكونوا مجهزين لي دائما الأكل. طب من هو مثلك الأعلى من اللاعبين؟ هلا أنا عندي رقم 1 كريستيانو صراحة. كريستيانو رونالدو. لأنه هم بيشبهوك فيه حتى طريقة تصويبك ضربات الحرة هي بس الفاولات. طيب لكن أنا أحب اللعب متكامل بشكل عام يعني. دائما أسأل أنا إنه ميسي ولا رونالدو يعني، هذول اثنين ما لهم حل صراحة، لكن أنا أفضل رونالدو لأنه رونالدو في شغلات مي موجودة بميسي.
مثل القوة البدنية، الجنب. يعني مثلا ميسي ما يقدر يلعب مهاجم، رونالدو يلعب مهاجم، يلعب جناح يمين جناح يسار رول مهاجم بكل المراكز. ميسي برغم يعني حجمه يعني قوته يعني جسمه يكون صغير، المهاجم لازم يكون طويل. رونالدو يساره نفس يمينه. رونالدو يسجل هدف من 30 متر 35 متر ما عنده مشكلة، أما ميسي ما أعتقد يسجل من 35 متر أهداف بالرأس مثلا. فأنا أفضل رونالدو على ميسي، لكن كمان ميسي لاعب كبير أكيد يعني. لكن أنا عن نفسي أنا أتكلم عن رأيي يعني، أنا أفضل اللاعب المتكامل يلي هم لاعبين أنا أشوفهم منه إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو، مراوغة، انسيابية، مرونة، كل شيء تحصل فيهم. طبعا أنت من نفس الفصيلة يعني تشبههم. طيب وين فريقك المفضل عالميا؟ مدريد. ريال مدريد. عربيا مين أفضل برأيك؟ لأنه دائما الناس تتكلم عن النجمين، وأنت أكيد نجم عربي كبير، لكن محمد صلاح ولا رياض محرز؟ أنا أشوف محمد صلاح، لأنه محمد صلاح يعني تسجيليا يعني لما عدد أهدافه أكثر من محرز. محمد صلاح يصنع يسجل، محرز يعني أحيانا تعدي عليه مباراتين ثلاثة مو مسجل لكن صانع. لكن أنا أفضل صلاح على محرز لأنه صلاح يسجل أكثر. طب ما هي أكثر مباراة تتذكرها في تاريخك، المباراة اللي بتعتز فيها؟ والله يعني مباراة المنتخب أكيد مع إيران، والمباراة اللي حسمنا فيها الدوري مع الأهلي، ونهائي كأس الأمير. هذول 3 مباريات يعني. وأكثر هدف تحبه أو تذكره؟ الدبل كيك الدبل. على الاتحاد. على الاتحاد. طب هل كانت مواجهة الاتحاد والنصر والهلال بتشكل لك حافز خاص؟ هل لها صعوبة؟ أو بالأحرى أي واحدة فيهم الأصعب؟ هل الاتحاد لأنه الديربي أو كيف؟ الاتحاد أصعب، دائما تكون مباراة الاتحاد أصعب، مع أن أنا يعني أرتاح بالمباريات هذه أكثر من المباريات مع الأندية الثانية. يعني أغلب الأندية الثانية كانت تقفل مساحات، أما الاتحاد، الهلال، النصر، الشباب كان يفتح معك الملعب، فكنت تأخذ حريتك باللعب أكثر. لكن مباراة الاتحاد دائما يعني شو عندنا بجدة احنا مباراة الاتحاد والأهلي، اللي يخسر ثاني يوم ما يروح الدوام، يتعادلون 2 يروحون على الدوام. ما حدا يداوم. من أصعب الدربيات يعني. ما حدا يداوم، خلاص خسر الاتحاد، جمهور الاتحاد أغلبه ما يداوم يعني والأهلي العكس. الهلال والنصر أقل؟ ما أعرف، أنا أتكلمك عن جدة. أكيد مش أقل. ما أعرف كيف النظام بصراحة. طب أنت مع الأهلي في 9 سنوات مع الأهلي سجلت ما شاء الله 195 هدف في 245 مباراة، منها 144 هدف في دوري المحترفين كما قلنا هو الرقم القياسي الأعلى حتى الآن. عندك 53 هدف في اليمين، عندك 38 هدف في اليسار، عندك 30 هدف في الرأس، وعندك 36 هدف من كرات ثابتة سواء ضربات جزاء أو ركلات حرة. أنت الآن أنا من فترة شفت هذه الأهداف بالفيديو، بصراحة بعضها لا يصدق، يعني حتى المعلقين كانوا أفعاله والجمهور أفعاله جنونية. يعني أنت الآن لما تسترجع هالشريط هذا كيف تتذكر كيف توصلت لهالشيء؟ والله شوف أستاذ، دايما الهدف يجي لوحده، المهاجم بس يفكر بالهدف ما يسجل صدقا. يعني لما يسجل دائما يفكر انه هذه الكرة لازم يسجلها، ما راح يسجلها. فسبحان الله هي لوحدها يجيك قرار والهام انه انت لازم تاخذ هذا القرار. يعني في مثلا مباراة الاتحاد الدبل، يعني الكرة طويلة نزلتها وعلى طول ما خليت يعني مجال لا الحارس يفكر ولا المدافعين، مع انه ممكن مهاجم غيري خلاص وقفه يحجز عليه ينطر لاعب يسند له، هي قرار يجي يعني. فأنا دائما أحب التسديد، يعني بالتمرين دائما أحب أشوت من زمان، من أيام الفتوة كنت أخذ كرات وأشوت. فأنا أكثر أهداف تمتعني اللي هي من برا 16. طيب أنت تحمل رقم 9، ويقال لاعب رقم 9 لاعب منطقة جزاء. يعني ذكرنا ماجد عبد الله الهداف الأسطوري للكرة السعودية هو لاعب بوكس، لاعب صندوق. أنت من أكثر اللاعبين يمكن على مستوى العالم رقم 9 اللي مسجل أهداف من خارج منطقة الجزاء. كيف هذا؟ ما أدري والله، ما إحصائية جديدة هاي. أنت عاملها؟ هذه حقيقة، وأنا حتى عملت مع بعض الزملاء على أنه نوجد إحصائية على المستوى العربي والعالمي، يعني تقريبا عجزوا عن إيداء، لأنه من الصعب تجد بدقة الأرقام تحسبها في كل مباراة. اللي هو المهاجم الصريح أهداف من خارج 16. المهاجم الصريح أهداف تكون داخل منطقة الجزاء. مين أكثر مهاجم أنت حسب خبرتك من مسجل أهداف من برا 16 كثير؟ لو قلنا كريستيانو رونالدو إنه بيشوط كثير، هو مش رقم 9. رونالدو مؤخرا أصبح يلعب في مركز 9 ويطلع أحيانا لكن هو أصلا هو رقم 7 وكان يلعب بالجهة اليسار.
فبالتالي اللاعب رقم 9 يعني دوره داخل الصندوق. فأنت كيف طلعت معك هذه إنك أنت من برا تشوط، من جوا تسجل، من كل المناطق تتحرك؟ انا احيانا لضوج بالمباراه، يعني ما توصل لي كره فحاول اني اطلع استلم عشان اسدد يعني. بس انت لا، المهاجم الصريح احيانا ممكن ربع ساعه ما يلمس كره، بدك تصبر. هاي ميزه المهاجم الصريح، لازم يصبر، ما يطلع ويترك مركزه ويريح المدافعين. ما هو في إحصائية مرة ماريو جوميز مهاجم منتخب ألمانيا لمس كرة أظن أمام هولندا في اليورو 2008. ليش مبعدت لمس هالند؟ لا لمس المباراة 16 ثانية، لمس كرة في المباراة كلها 16 ثانية وسجل هدفين. هالند من شهرين تقريبا انتهى الشوط الاول لامس الكره مرتين، لما بدت المباراه لما سنتر ولما سجل هدف شوط كامل. طب كونك بهالشكل انت اكثر لاعب، مش انت كعمر، انت كرقم 9 كمهاجم، اكثر لاعب تحتاج لجهود الاخرين. الحارس ممكن كل ما يعني يتعرض لكرات اكثر يتالق اكثر. المدافع عنده دائما مهمات يهدم هجوم المنافس. اللاعب الوسط عنده وقت طويل مع الكره والتمرير. المهاجم هو تحت رحمه زملائه، بالضبط. يغذوه بالكرات يسجل اهداف، ما يغذوه بالكرات يقف عاجز، ما يلمس كره مثل ما تفضلت. يعني هي تصير يعني حالات نادرة. لذلك هذا سؤالي انك انت كيف تتصرف مع اللاعبين اللي ما يعطوك الكرات، ما يباصوا لك زملائك. كيف تتصرف؟ هل بالتمرين تتكلم معهم، هل بين الشوطين، هل في الملعب؟ هلا اكيد يصير كيف تحاول تتعدل؟ اكيد يصير في تفاهم بيني وبينهم بالتمرين، لكن في حالات يعني في استاذ دائما اللي يلعب غير اللي يتفرج. اللي يتفرج لما يشوف اللاعب يحصل عنده 20 حل، لكن اللاعب لما يمسك الكرة يعني حلوله قليلة، يعني ما يقدر، مساحة الرؤية عنده ما هي واسعة مثل المتفرج. ف انا داخل ال16 اللاعب لازم يكون اناني. اي واحد يدخل ال16 لازم يكون اناني بالمعقول طبعا، والمهاجم لازم يكون اناني داخل ال16. مو اي كرة بس بده يلعبها، لا، انت احيانا بدك تغامر وتشوط لان انت اقرب واحد للجول. فما اتوقع يعني في لاعيبه يعني ما يتعمدوا انه ما يمرروا، اما بالنهايه احنا كنا نخدم بعض يعني. طب انت متى شعرت انك اصبحت لاعب كبير، انك نجم يعتمد عليه الفريق؟ تقريبا من 2018 صار عمري 28 سنه. هون هيك صحيت، حسيت نفسي انه كنت شيء وصرت شيء. والاهلي كان وقتها اقوى فريق سعودي تقريبا. 2018 كنا تقريبا حاليا من اقوى فريق سعودي؟ والله تحتار صراحه. الاربعه عندي الكبار، خلينا نقول الخمسه مشان ما يزعلون جمهور الشباب. واحد اقوى من الثاني. الاتفاق السنه فريقه قوي، التعاون. ف النصر كريستيانو تحصل فيه، ساديو ماني. الاهلي ماكسيمان، محرز، فيرمينيو، كيسيه. في عندهم لعيبه، لكن الاتحاد نفس الشيء، بنزيما. ما اعرف مين افضل. بس الهلال متصدر. الهلال متصدر حاليا، بس مين اقوى والله يعني السؤال صعب صراحه. طب مين افضل مدرب اشتغلت معه؟ يمكن ينصدمون الاهلاوي اذا اقولهم. ريبروف من افضل المدربين اللي انا اشتغلت معه. اللي يقولوا اللي ما تحبوا بعضكم. ما له شغل، انا اتكلم ضميري، اتكلم كعمل، انا ما اتكلم على المستوى الشخصي. ريبروف مدرب كبير صراحه، لكن لما اجى للاهلي كان يعني خبرته قليله لسه، ما كان يمكن مدرب كثير قبل ما يجينا. فاعتقد اذا كان محظوظ واحد الانديه الكبار باوروبا اخذوه بيعمل اسم كبير باوروبا. وجويدي وجروس الثلاثه يعني كلهم كويسين، لكن هذولا تقريبا ترتيبهم. ريبروف جويدي نفس الشيء تقريبا. جويدي كمان مدرب كبير الارجنتيني، مدرب جدا جدا فهمان ويعرف يتعامل مع اللاعب. جروس كلهم يعني، بس هذول الثلاثه تقريبا اللي انا كنت ارتاح معهم كثير. عفوا مو ارتاح، ريبروف لا ما كنت ارتاح معه. بس يعني كتدريب تمرينهم حلو. مباريات يعرف يقراها صح، باستثناء مباراتنا مع الهلال ما ادري كيف كان يفكر المدرب ريبروف بهذيك المباراه. فمدرب كبير هو صراحه. طب شو اكثر لحظه تخاف فيها في المباريات قبل تسديد بنالتي؟ اخاف؟ لا مو خوف، ما في خوف استاذ ايمن، لا، بس حسب ظروف المباراه. حسب ولا قبل ما تبدا المباراه، اللحظات اللي قبل ما تبدا. شوف، يمكن نهائي كاس الامير مع العربي بالنشيد توترت والله. اجتني مرحله توتر تقريبا هيك شيء دقيقتين ثلاثه، فصرت اقرا قران يعني دائما لين دخل جو المباراه. عمر، نعرف نحن اللاعب يعني المهاجم بيضيع فرص كثير،
فرصه واحده يسجلها بتكفي، بتعمل له مجد. بينما حارس مرمى ممكن يصد كوره كثير، كوره واحده يغلط فيها تضيعه. كم تحتاج وقت لتنسى الفرصه الضائعه منك حتى تستطيع تركز على اللي بعدها؟ لا أنا تعديت هاي المرحلة، اللي أنا ضيعت فرصة أتوتر وأنضغط، لا تعديتها. تنسى يعني على طول؟ خلاص أنا صارت عندي الخبرة الواسعة وأعرف إيش راح أعمل بعد شوي مثلا بالمباراة. لكن المهاجم إذا كل فرصة تيجي لازم يسجلها، تنتهي المباراة 10 15، صح ولا مو صح؟ صح. فلازم كرة القدم يصير فيها كل شيء، هي مبنية على الأخطاء. إذا ما يخطئ الخصم أنت ما راح تقدر تسجل، والعكس. فلا يعني أضيع يعني حسب الفرصة. يعني في فرص أحيانا، يعني السنة اللي راحت مع نادي الأهلي عديت الحارس أنا والجول ضربت بالقائم، ما أعرف يعني، هي من الجنب شوي صعبة كانت، فلعبتها بالأرض ضربت بالقائم، بعدها سجلت هدفين فزنا 2-1، كنا خسرين 1-0. ف يعني تعديت هاي المرحلة. ممكن قبل كنت يعني بأيام بداياتي مع الأهلي وبدايتي مع القادسية ممكن. طيب وكم تحتاج وقت لتنسى مباراة خاسرة؟ أحيانا في مباراة تلعب بتأدي بتسجل الفريق بيلعب كويس ويطلع خسران، كم تحتاج وقت لتنسى هذه المباراة حتى ما تأثر على المباريات اللي بعدها؟ لازم تنساها. يعني شوف أنا بالنسبة لي لازم، يعني اليوم كرة القدم فوز وخسارة، لازم تنسى. خلاص مباراة خسرت، تتعلم من الأخطاء اللي أنت ارتكبتها داخل المباراة، لازم تنساها بأسرع وقت. أنا هذا اللي أشوف. أنا حضرت تقرير عن مباراة ريال مدريد مع برشلونة لما خسر برشلونة 6 أو 5، كان مورينيو المدرب لما خسر ريال مدريد، أي خسر 5 مع برشلونة. فطلع في صحفي يتكلم إنه مورينيو دخل لعندهم وقوم إنه خلاص وطلعهم برا جو المباراة نهائيا خلاص، مع برشلونة ومدريد هذا. فاللاعب لازم ينسى بأسرع وقت، خلاص راحت يعني زعلك ما راح يعمل شيء. طيب هذا المدرب، لكن انت كلاعب لوحدك هل تعمل اشياء معينه؟ هل تمارس مثلا تروح تلعب بلاي ستيشن، تروح تطلع مع الشباب، تروح هتعمل اشياء معينه تنسى فيها وشوف المباراه؟ استاذ يعني مثلا انا اليوم بالمباراه هذه كنت سيء وخسر الفريق، اذا ما عدل بالمباراه الجايه لا اوكي انت نسيت المباراه هذه، بس لازم تجتهد على انك انت تعوض بالمباراه الجايه. اما لا المباراه اللي بعدها كمان ما تعطي، هذا شيء ثاني. بس عفوا سؤال ايش نسيت؟ البلاي ستيشن؟ لا يعني هل بتمارس اشياء معينه تنسيك الخساره، انه تطلع من جو المباراه ما تضل تفكر فيها وكيف خسرنا وكيف ضيعنا الفرصه وكيف كذا وكيف كذا، انه نروح العب بلاي ستيشن، انه نروح احضر فيلم، انه نروح اسوي اي شيء؟ بلاي ستيشن صراحه. والاولاد لما يعني اكثر شيء ينسيني المباراه ان كانت فايز ولا خسران لما اشوف الاولاد. طيب لو طلبنا منك توجه رسائل لجماهير الفرق اللي لعبت فيها واللي اكيد ما زالت تحبك، يعني اول شيء لجمهور الفتوة ماذا تقول؟ هذول الناس اللي ربيت معاهم، اللي مثل ما يقولون هم اللي طلعوني وللآن داعميني واقفين معي، يعني جماهير نادي فتوة، أهل مدينتي، أهل دير الزور بسوريا بشكل عام. يعني هذول الناس يعني عشت معاهم وربيت معاهم، وعاداتي وتقاليدي كلها أخذتها من هذيك البلد. فهذول موجودين لهم زاوية خاصة صراحة. وبتحب البامية؟ البامية والثرود والكباب. طيب وجمهور القادسية؟ جمهور القادسية يعني هذول النقل النوعية، هذول هم اللي نقلوني نادي القادسية. أول بوابة احتراف إلي، وقفوا معاي دعموني، ولما رحت على الأهلي أول سنتين كانوا داعميني بشكل كبير، فبعدين استلموني جمهور النادي الأهلي. طيب بعد القادسية الكويتي جمهور الأهلي السعودي؟ جمهور الأهلي هذول يعني مثل ما تقول بوابة الشهرة كانت هون. رب العالمين جعلهم سبب. النادي الأهلي والسعودية وجمهور الأهلي وقفوا معاي دعموني للآن. أنا استغربت السنة اللي راحت لما لعبنا كأس الأمير، حصلت ناس كثير جايين بس يحضرون مباراة سعوديين، قال والله جايين عشانك نحضر مباراة أهلاوية. هذول يعني أنا قلتها قبل لأن أنا ولدت مرتين، مرة بدير الزور ومرة بجدة. فجمهور الأهلي لا يقول عن جمهور نادي الفتوة. وجمهور العربي القطري اللي فرحت؟ الجمهور العربي كمان يعني هذول الناس يعني استقبلوني جيت لعندهم كنت يعني منتهي، الأهلي هابط ونفسيا معدوم، فوقفوا معي ودعموني كثير، والحمد لله يعني فضل الله قدرت إني أسعدهم وأفرحهم، وإن شاء الله السنة نقدر نفرحهم بعد. طيب لو حكينا بعيد عن الكرة، ما هي أبرز هواياتك بعيد عن الكرة؟ البلاي ستيشن.
انت عامل نادي كانك في البلاي ستيشن كنت؟ اي عندي نادي مجموعه اي بالسعوديه، نادي العاب الكترونيه. ايه. لكن انا يعني البلاي ستيشن احب العب ورق شده، يعني طاوله زهر، بس ماني من المدمن، يعني مدمن بلاي ستيشن فقط. ولعيب البلاي ستيشن يعني؟ ماني حريف. حريف تفوز لا ماني، ما اوصل لانه يقال ميسي يحب البلاي ستيشن ويحب احيانا يطبق البلاي ستيشن في الحقيقه والحقيقه في البلاي ستيشن. بس ميسي. لا ما نقدر نطبق. لا يعني انا لعيب بس ماني حريف. بس هي لعبه حلوه لانه ما لها نهايه. يعني انت تبني فريق وتشتري لعيبه وتبيع لعيبه وتحديات كل يوم، فجدا مضيعت لي وقتي. طيب انت شو اكثر صفه بتكرهها في الاخرين من خلال التعامل؟ والله شوف انا يعني ما احب الانسان اللي يحسد. اكثر شيء الحسود، الحقود، الغيور. ممكن الغيور شوي يعني الواحد يتغاضى عنه، لكن الحسود الحقود لا، خاصه اللي يحسدك على النعمه اللي تزول منك وما تجي. في ناس هيك يعني. وهذا تعريف الحسد. هذا ما هو اعرف تعريف ايش تعرف الحسد. هذا الحسد. تعريف الحسد. في ناس يعني تحب تزول منك النعمه، ما عندها مشكله ما تجي، بس انه تزول منك. طيب لا هي بالنهايه الواحد الرزاق في السماء والحسد في الارض. لو يصفن شوي بالدنيا وبرب العالمين، كل شيء بالدنيا مقسم، والدنيا هاي ماشي يعني صراحه ما حد راح ياخذ شيء معه. يمكن انا اطلع من عندك لا قدر الله، واحد ما حد عارف امتى يموت، واحد ما حد ياخذ معه شيء. العمر الطويل وصدقت يعني ما هو ما كان لك فهو لك وما كان لغيرك فهو لغيرك، يعني هكذا بالضبط. يعني نبئنا في الحديث الشريف. طيب انت بعرف انك تعمل اعمال خير لا لا احب المديح في الوجه، هذا امر بينك وبين ربك وبين الناس اللي تساعدهم واللي ساعدتهم. لكن في مثل يقول المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. توافق عليه؟ خادم جيد ولكنه سيد فاسد. يعني اذا استعملته لا، يخدمك المال فهو جيد، لكن اذا هو يتملكك وصرت عبد للمال يصبح سيد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني رب العالمين ما في بعد كلامه كلام صراحة. يعني المال حلو عز، لكن هذا الشيء انت مؤتمن عليه، بدك تعرف وين توديه، وين تحطه، وين تروح فيه. يعني راح تحاسب عليه بعدين، راح تسأل. إن رب العالمين لما يعطيك بدك تعرف وين تروح بالمال هذا، بدك تعرف كيف تتصرف فيه. لكن يعني المال هو رقم واحد بالدنيا. من غير المال احنا ما نقدر نتحرك ولا نقدر نعمل اي شيء. طب ما هي اسعد اوقاتك؟ اين تقضي اسعد اوقاتك ومتى؟ والله انا دائما بالبيت، يعني انا ما يعني من النوع البيتوتي، انا ما احب لا اطلع ولا اروح، ماني هاوي مولات ولا طلعات وراحت، ما احب يعني. دائما اقعد بالبيت. فحاليا ان شاء الله يعني جايب الوالد والوالده كمان، احب اجلس معهم، مع انه بجد والله ما كنت اقدر اروح عليهم يعني بحكم التمرين والزحمه هم كانوا يجوني. لكن ان شاء الله جايبهم، يعني هذول اكثر شيء وقت، انا اكثر شيء يسعدني لما اقعد مع عائلتي ومع امي وابوي. طيب ما نصيحتك للاعبين الصاعدين؟ والله نصح كثير، هاي بدها حلقه. اعطينا الملخص. خاصه يعني شوف، اول شيء هو كل واحد له رزقته، كل واحد له نصيبه. يعني انا لما طلعت من سوريا من الجيل اللي كان معي ما كنت افضل واحد فيهم، لكن الله اختارني وشاني من بين هالمجموعه ووصلني للي وصلت له. هي تقوى الله اهم شيء، انك تتقي الله، تتمنى الخير لربعك اللي معك بالفريق اكثر من نفسك، لانه بالنهايه دائما والله رب العالمين ما يوفق الا اللي يستاهل التوفيق. رب العالمين ما يعطي الا اللي يستاهل العطاء. فبالنهايه انت رزقك جايك. الواحد اذا يامن بالرزق، انه اذا انا خلاص الله كاتب لي هيك راح يجيني هيك، اما انت الله مكاتب لك شغله والله اذا تجتمع الدنيا كلها ما راح تجيك. فدائما تقوى الله، خلوا رب العالمين بين عيونكم، واكيد من بعد التمارين ونصائح المدربين والاكل والنوم. فانا اشوف انه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يمكن احسن كلام نختم فيه. عمر السومة النجم الكبير، انا سعدت بالحديث معك، شكرا للوقت اللي خصصته لنا، وارجو انك تكون من خلال كلامك اجبت عن كثير من اسئله الجمهور. ان شاء الله ما اكون غلطنا بشيء، يعني دائما انا احب اكون خفيف على الناس يعني، والحلقه تكون مميزه والناس تستفيد منها. وانا اخر فتره صراحه يعني قللت يعني ظهور كثير يعني مع الاعلام، لكن انت تمون علينا ومقامك مقام الوالد، ونتشرف فيك استاذ ايمن. بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا لك. الله يسلمك. وشكرا لمتابعتكم اعزائي الكرام، نلتقي دائما على خير. كابتن شكرا جزيلا لك.
طبعا. ما يحتاج ولا تخوفوا أنفسكم.